مساء الخير او صباح الخير على حسب انتوا بتشوفوني امتى. هنعمل النهارده الفراخ الصيني او السويت اند ساور او الميكانتو على حسب ما تسموها. هي في الاخر فراخ ومكرونه صيني. اتمنى تجربوها بالطريقه دي. يلا نبدا في الوصفه. معايا هنا 3 معالق من الدقيق كبار مليانين. تمام. 3 ونص يعني. حط عليهم نص معلقه من الفلفل الاسود، الثوم الباودر، بهارات الفراخ، الزعتر، الملح ده حسب الرغبة، وكمان نص معلقة من الجنزبيل ومعلقة مليانة من النشا. هقلب كل الكلام ده كويس. هحط عليه كوباية من المية، هديله تقليبة، ومعايا تاني نص كوباية من اللبن مخفوق فيها بيضة كويس قوي. هقلب الكلام ده كله في بعضه، ولو حسيت تقيل ممكن تزودي مية، مفيش اي مشاكل. هنزل بمكعبات الفراخ مقطعها مكعبات بالشكل ده. تمام. هقلبها كويس قوي بحيث انها تتشرب التتبيله كده وتدخل جواها. هركنها ساعه على الاقل او نص ساعه. تمام تمام. هتبلها كويس وهركنها. طبعا هنا بعد كده هننتقل لخطوه المكرونه. هي يفضل ان هي تكون المكرونه الفيتوتشيني العريضه، لو مش موجوده اعمليها بسباكيتي عادي، نسلقها عادي بالطريقه العاديه. هنا عندي زيت هبدا احمر فيه الفراخ زي ما انتم شايفين. الموضوع مش محتاج زيت غزير ولا حاجه، عادي خالص. عندي هنا طاسة هحط فيها زيت ونص معلقة من الثوم. يا دوب الثوم هيبدأ يصفر معايا. هنزل بالخضار بتاعي اللي هو عبارة عن جزر وفلفل ألوان وبصل. أنا مقطعاه مكعبات عشان يبقى زي شكل الفراخ أنا مقطعاها مكعبات، فيبقى الخضار كمان مكعبات. والتقطيع حسب راحتك جدا، يعني الموضوع سيمبلي قوي يعني. وهنا معايا رشة من الجنزبيل الفريش، لو مش موجود حطي باودر. رشة من الفلفل الأسود والملح. تمام تمام. هنا معايا 5 معالق من الكاتشب الكبار مليانين. حط عليهم 3 معالق من الصويا صوص الغامقة أو الفاتحة الموجودة عندك. تمام تمام. هحط عليهم 3 معالق برضو من الخل. يبقى كده 5 كاتشب 3 صويا 3 خل. هنعتمد الطريقة دي للاتنين. وهنا معايا نص كوباية من المية، عليها نص معلقة من النشا ومعلقتين سكر، او تقدري تستبدليهم بمعلقتين كبار عسل اسود، مفيش مشاكل. نقلب الكلام الجميل ده كله كويس قوي مع بعض. نص معلقة يا جماعة من النشا على نص كوباية من المية. تمام تمام. هننزل بقى بيها على الخضار. الاول هنزل بالفراخ بتاعتي. تمام. يا دوب هتاخد تشويحة كده مع والفلفل الالوان والبصل والجزر. وهنزل بالخليط الجميل اللي انا عملته ده، وهديها برضو تقليبة، وههدي النار عليها وهغطيها وهركنها تعمل الصوص بتاعها على جنب كده على راحتها. اهم حاجة بس تهدي النار بتاعتك عشان مفيش حاجة تتلسع ولا تبوظ منك. عندي طاسة تانية احط فيها نفس الكلام 3 معالق من الزيت، نص معلقة من الثوم. يدوب الثوم يبدأ يصفر هنزل بالفلفل الالوان والبصل والجزر. طبعا انا مقطعاها طويلة عشان المكرونة، عشان المكرونة طويلة. برضو التقطيعة دي براحتك جدا. برضو رشة من الملح والفلفل الأسود والجنزبيل سواء فريش أو باودر، بيفرق جدا في الطعم الصراحة، الجنزبيل عامة يعني. تمام تمام. هدي النار خالص بحيث الخضار يتشوح، يعني مش عايزاه يبقى طري قوي ولا يبقى ناشف قوي، يعني الخضار بيبقى فيه قرمشة وقطمة كده. هنا الجنزبيل الفريش بتاعي والصوص زي ما انا حضرت هناك. هنا نفس الوضع، 5 كاتشب 3 صويا 3 خل و2 سكر، وكوباية فيها نص مية ونص معلقة من النشا. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي بعد ما سلقتها. هقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه تقريبا محترمة كده. وهنا خلاص الفراخ بتاعتي عملت صوص تقيل وبقت زي ما بنشتريها من بره. المكرونة نفس الكلام، هنحط من الحلو من هنا على الحلو من هنا، وهنعمل الطبق القمر ده. ما ننساش طبعا رشة السمسم على الوش، بتفرق جدا. كأنك كده تشاينيز فود في البيت، حاجة قمر وفي نفس الوقت سهل وبسيط، والمكونات موجودة عندنا كلنا. اتمنى تجربوها بالطريقة دي. سهلة ولذيذة قوي. وشكرا لكم جدا. باي باي.